السلام عليكم. اهلا 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 بشركه فودافون. انا عايز اقول لكم يا جماعه، هو انا ذنبي ايه ان انا اشتري منكم خط الاقيه كان مستعمل قبل كده؟ الاقي ناس بالهبل بتتصل بالخط ويقولوا ده خط فلان، اقول لهم والله ده انا شاريه، لا ده خط فلان. ليه بتدوني تليفون مستعمل؟ هو انتوا مش خدتوا 400 جنيه حقه؟ ليه بتدوني تليفون مستعمل؟ انا والله ما واضح بالنسبه لي الكلام يعني. حضرتك انا دافع 400 جنيه اخد خط مستعمل؟ ده منطق يعني حد يقول كده في الدنيا؟ انت مش خدت فلوس تديني حاجه عدله، لكن ما تاخدش فلوس وتيجي تديني خط بقى الاقي امي تلاقيها تتصل عليا وانا ما اعرفهمش، واللي يغلط واللي يقول واللي فاكرني واللي فاكر حد مديني التليفون ومش عايز يكلمهم. كلام مش مقنع يا شركه فودافون او اي شركه. لو في اي شركات بتقدم الخدمه دي عندنا في بلدنا هنا في مصر، حرام عليكم. انا تديني لي خط اساسا كان مع ناس قبل كده، انا اعرف مين الناس دي ولا هم يعرفوني؟ حرام يا جماعه حرام، وانكم بتكسبوا مليارات ولا بتكسبوا ملايين الملايين، ومع ذلك بتبيعوا يوزد للناس. طب خلاص ما دام يوزد لي ببلاش وكفايه ان انا اشحن، مش هاخد الخط وبعد كده بقى اروح قافله. طب انا خدت منكم الخط، انا خلاص ما بتكلمش منه، راحت عليا 400 جنيه وانتوا كل شويه تبعتوا لي اشحن 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 لخط مستعمل. مش منطق يا اخوانا، والله مش منطق. المفروض الخطوط المستعمله دي طلعوها رمزيه ب5 جنيه الخط، ب10 جنيه الخط، مش تاخده مستعمل راجع من عميل كان دافع حقه قبل كده فترجع تبيعه فاكنك كسبت الضعف. لا اله الا الله. يا جماعه خلي يعني، هو بيتهيألي بره مفيش الكلام ده في الشركات العالميه يعني انتوا شركه فودافون عالميه ومع ذلك برضو جايه معانا مش دغري يعني. ماشي، ما دي شكوى يعني، انا قلت اقولها كده يمكن تسمعوها ولا حاجه. ويمكن حد بيعمل غلط، يمكن تسمعوها يمكن تفكوا انتوا والشركات الاتصالات التانية. مع السلامه، مع السلامه يا اخواتي، مع السلامه.